هو حضرتك يا دكتور ليه بدأتي تعملي فيديوهات؟ كان في مرة واحدة حكت لي إنها حاسة بتعب بقالها فترة طويلة، جنبها وجعها، ظهرها، إيديها، رجليها، ومش قادرة تعمل أي حاجة. ابتدت تحكي لجوزها على المشاكل اللي حصلت لها، وهو قال لها يلا نروح نكشف. فعلا راحت تكشف وعملت تحاليل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بس للأسف محدش عرف هي عندها إيه. فضلت كده حوالي أكتر من سنة ونص. بعدين الدكتور اكتشف إنها عندها مرض مناعي، الذئبة الحمراء، أو اللي إحنا بنسميه سيستميك لوبس. طبعا جوزها قعد يسأل الدكتور هو يعني ايه ذئبة حمراء، او ليه هي على طول حاسه بتعب وما بتعملش اي حاجه في البيت. الدكتور حكى له ان المشكله مش في انها عندها سيستميك لوبس بس او ذئبة حمراء، يعني المشكله انها عندها كمان اكتئاب بسبب المرض. مرض المناعي عامه لازم يكون يصطحبه مرض نفسي او اكتئاب. بس الدكتور طمنه وقال له ما تخافش، لان المرض بيبقى ليه ضربات في وقت معين، لكن بقيه الاوقات هي بتبقى سليمه وزي الفل، يعني مش هتحس باي حاجه. الست دي تقريبا كانت مخلفه 3 اطفال، والدكتور قال له للاسف في حالتها هي مش هتقدر تخلف مره تانية. طبعا جوزها اتضايق وقال تمام، وروحوا البيت هما الاثنين. فضل شهر 2 3، ولكن هو كان عنده مشكله معاها، انها كانت الفتره دي كلها تعبانه، لانها مش فاهمه يعني ايه اصلا مرض مناعي، وكانت بتعاني لما عرفت انها عندها الذئبه الحمراء. فاضطر ان هو يطلقها. وفعلا دي كانت الصدمه الحقيقيه ليها، لان هي ملهاش ذنب في اي حاجه حصلت لها. الست دي بعد اكتر من 7 شهور اتوفت، وده كان السبب الرئيسي اللي يخلينا نتكلم عن الامراض المناعيه وازاي احنا بنتعامل معاها.